اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الحياه اليوم. في وسط الصراعات السياسيه اللي احنا بنتابعها يوميا، النهارده كان في واحد قابلته في الشارع، هو واحد من الناس المعارضه للتيار الاسلامي عشان ابقى واضح، وقال انه هم هياكلوا بعض. كان ردي بشكل مباشر انه هي مساله مش مساله ان هم هياكلوا بعض، مساله ان احنا ننقي ما يطرح علينا من افضل اشياء تطرح. اللي هيتعرض عليك شوفه، اعقله، فكر فيه وحدد اذا كان يناسبك وشايف انه حل جيد لمجال ما او لنقطه ما بتمر بيها مصر، يبقى نتفق عليه انه يتم، بعيدا عن اذا كان دول هياكلوا بعض، التيار الاسلامي هياكل بعضه وجبهه الانقاذ مش منسجمه فهتتفجر من داخلها. ايه اللي بيطرح علينا خلال هذه الايام؟ ايه اللي ممكن يتم فعلا فيحركنا خطوه لقدام، وايه اللي نفضل نتناقش فيه ونغرق في نقاشه ولا نتحرك من اي مكان الا ان احنا نكون بنرجع ورا بدون ان نشعر؟ ايه اخر تفاصيل حركه المحافظين الجديده المنتظره؟ هل حزب النور من الممكن انه يعرض او يعلن عن اسماء وشخصيات في محاوله متجدده لحوار مع رئاسه الجمهوريه للمشاركه في اتخاذ القرار السياسي؟ ايه هو اساس ما يقال وما تردد على مدى الايام اللي فاتت كلها من انه حزب النور بدا يقدم نفسه للاوساط الغربيه سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في اوروبا كبديل للاخوان المسلمين؟ ايه اللي بيحصل في سيناء؟ هل حزب النور كان جزء من الاتفاق، جزء من الحوار مع المختطفين لكي يعود المختطفون؟ ده اللي هنتكلم فيه في اكتر من مجال مع طبعا بيشرفنا الاستاذ نادر بكار النهارده موجود معانا في الحياه اليوم، نائب رئيس الحزب واحد الوجوه البارزه في التيار السلفي المصري، ورحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا.